السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا، وحشتوني. النهاردة بقى كده حبايبي هنعمل وصفتنا. هنعمل مع بعض صينية سمك ماكريل كده في الفرن، طريقته جميلة وسهلة وطعمه في منتهى الجمال. عندنا طماطم، فلفل، ليمون، جزر، كزبرة أو خضرة، بصل، توم، ليمون. وهنا السمك طبعا منضفاه اهو زي ما انتوا شايفين كده، وحطاه كده في ليمون وملح وميه عشان كده السمك يبقى شارب الملح. بصوا اهو ما شاء الله، بصوا السمك. هنجيب بقى ده كده السمك ده كده على جنب. وعندي هنا الخضار طبعا هقطعه. حابين ان انتوا تقطعوه قطع صغيره، حابين تعملوه كده طرنشات، براحتكم، اللي يعني زي ما انتوا عايزين وزي ما تحبوا. اقطع طبعا الخضار وارجع لكم تاني. كده اهوت يا حبايبي، بعد ما قطعت كده كل كميه الخضار، هنقلب بقى كل الخضار كده مع بعض. طبعا الكميه ترجع لكم، حابين تكتروا حابين تقللوا براحتكم. عندي هنا الليمون، هنعصر برضو ليمونتين كده على الخلطه برضو. احلى سمك هتعملوه، طريقته سهله وبسيطه، والخلطه طعمها في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم كمان ان الخلطه دي كمان بتبقى طعمها يعني تتاكل كمان عن السمك. طبعا بحط كده القشر عشان يدي ريحه. هنحط برضو شويه زيت كده برضو على الخلطه صغيرين اهو، نحطه كده على جنب. عندنا رشه كده من الكزبره الناشفه، الكمون طبعا اساسي، واللي حابب يضيف شطه. كل دي حاجات واضافات براحتكم، بس اهم حاجه في التوابل الكمون طبعا والكزبره الناشفه. هنحط بقى كده الملح في الطماطم، ما نكترش الملح عشان ما تبقاش مالحه معانا. رشه بسيطه كده، ممكن كمان ندوق الطماطم نشوف الملح بتاعها مظبوط ولا لا، عشان بتدخل الفرن بتحدق. نحط كده طماطمايه تمام، ملحها مظبوط. دي الصينيه طبعا اللي احنا هنعمل فيها السمك. ده طبعا السمك اهوت حطاه في الليمون والملح، مش هغسله من الملح عشان يبقى السمك كده شارب الملح. هصفيه بس كده من الميه. لايك بقى يا حبايبي بالله عليكم لو وصلتوا معايا لحد هنا. بقالي فتره كبيره ما بنزلش فيديوهات والله، عارفه ان انا متاخره عليكم. هناخد بصوا نبدل كده الصواني، هناخد كده شويه كده او نص الخلطه في الصينيه كده من تحت كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. هاخد السمك، بصوا بسطينه كويس. ممكن كمان اللي احنا نفتح السمكية كده ونشيل الشوكة وتبقى مفرودة اهي، نقفلها. وادي السمكية اهي. وما خدش اي حاجة. مش هنعمل بقى هنجيب الليمون، كان ليمونه برضو كده نكتر له الليمون عشان يتخد.
على جنب مش محتاجين. خلاص هشوف بس ايه التصوير واضح ولا لا. نعصر برضو كده ليمون على السمك ونحط برضو الايه القشر. وشوية زيت كده ايه من على الوش. طبعا الزيت اللي بينزل كده رفيع عشان ايه مش هبقى حاطه كميه كبيره ولا حاجه. وشويه كده خضار كده برضو من على وش الايه الصينيه. شايفين شكله والله وهو ني يفتح النفس لوحده. الله على الجمال. طبعا مولعين الفرن وندخله بقى كده في الفرن لحد كده ايه ما يستوي معانا. رشه كمون كده من على الوش. زي ما قلت لكم ممكن نعمل كل الخضار ده ما نقطعهوش كده قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين. ممكن نعمله كده حلقات او طرنشات، لكن طبعا كده ايه عشان ناكل الخضار كده يبقى جميل. شايفين شكل الصينيه بسم الله ما شاء الله. ندخلها الفرن وبقى وعقبال ما تستوي معانا نكون ايه عملنا كده جنبها برضو كده طبق رز، وتكون احلى صينيه سمك مكريل طلعت معانا من الفرن يا احلى متابعين. بصوا بقى كده يا حبايبي صينيه السمك في الفرن بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى كده يا حبايبي صينيه السمك بعد ما طلعت من الفرن. طبعا من الشفا كده ايه السمك اللي مش حابب ينشف كده صينيه السمك براحتكم، لكن احنا بنحب ناكلها كده. بصوا ريحتها في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم كمان ان الكاميرا ظالمه التصوير او التصوير ظالم صينيه السمك. حاجه كده في منتهى الجمال. لايك وشير واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا.